اللي هتاخد بنتها مش هتزعق لها قدام الناس وهتاخدها على جنب. انت عارفه ان اكتر حاجه مش حلوه الكذب؟ انت عارفه ان الكذب ضعف؟ انت عارفه ان يظل الانسان يكذب حتى يكتب عند الله كذابه؟ تحبي تتكتبي عند ربنا كذابه؟ انا بثق فيكي وعارفه اني اكيد خفتي او اكيد غصب عنك، بس لو سمحتي حتى لو هتتعاقبي، حتى لو هيحصل اي حاجه، اتعاقبي بس اكبري في نظر اللي حواليكي، وافتكري دايما ان الصدق منجي. طب يا ماما انا لما بقول الحقيقه ما انا المستر هيضربني او حضرتك هتعاقبيني. تتعاقبي وانتي كسبتي احترام اللي حواليكي اهون كتير من ان انتي تعرفي ان انتي كدابه والناس تفقد ثقتهم فيكي. انا واثقه فيكي وعارفه ان انتي عملتي كده غصب عنك. بلاش دايما العبارات اللي انت وحش، انت كدابه، انت كذا. لما تيجي تنتقد سلوك في ابنك او بنتك انتقد السلوك مش انتقد الشخص. يعني انا مش حابه التصرف ده منك، التصرف ده كان وحش منك، انا عارفه ان انت غصب عنك، مش انت وحشه، التصرف ده غلط ووحش. مش انت بتكذبي، انت كدابه، انت التصرف ده انت ما قلتيش في الحقيقه بس انا عارفه انه غصب عنك. انتقدوا التصرف ما تنتقدوش الشخص. افتكروا دايما ان الرحمة اساس التربية. الرحمة عمرها ما كانت رفاهية، الحضن عمره ما كان رفاهية. احضنوا عيالكم، قولوا لهم كلام ايجابي كتير، هيبقى عندهم ثقة في النفس، هتربوا جيل واثق من نفسه، جيل ناجح. عمر ما كان ان انا ادلل ابني ولا بنتي دي حاجة بتطلع ابن هش، بالعكس طلع ابن قوي واثق من نفسه، صريح، ما بيكذبش، مش خايف حتى لو غلط بيجي يقول انا غلط. بلاش نخلي اللي حوالينا يتدخل في تربيه عيالنا، بلاش عمه يربي وطنط تربي واخو وبابا يربي ومش عارفه خالته مش كل ده هيربي. لا، انا هسمع كلامهم لو في انتقادات، بس انا اللي هوجهها لبنتي او ابني بشكل كويس عشان يحب يتجمع وسط ناس. بلاش لو ابنك او بنتك غلط تروح تشتكي منه وتكثر من الشكوى منه، لانه مش هيحب المكان يتواجد في المكان اللي انت اشتكيت منه. تعالوا فكركم بالرسول عليه الصلاة والسلام لما واحد اعرابي قابله، كان سيدنا محمد بيقبل الحسن والحسين. فالاعرابي راح قال له فخور بنفسه بقى كده وفرحان، انا عندي 10 من الاولاد عمري ما قبلت واحد. السلام كده، انت جامد قوي قوي. قال يعني هو ده بقى الدين، وهو ده كده انا حد قوي، وكده انا الرسول عليه الصلاه والسلام هيفرح بيا جدا، انا شخص قوي وهربي جيل قوي جدا. ولكن المفاجاه كانت العكس، ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال له من لا يرحم لا يرحم. انت اصلا مش رحيمه لعيالك، هتبقى رحيم بالبشر ازاي؟ الاصل